ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد. بصوا يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده بكل بساطه هتكون عباره عن طبعا زي ما انتم شايفين الجلابيه، وطول ما انا لابس الجلابيه هتشوفوا فيديوهات 100. المهم يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده بكل بساطه هتكون عباره عن لعبه المارد الازرق او اكناتور. واحد ممكن يجي يقول لي ايه المارد الازرق والاكناتور اللي انت بتقول عليه ده؟ اقول لك ان انا كنت عملت جزء اول من المارد الازرق او اكناتور ده، فاسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن لو عايز تشوف الفيديو يعني، او هسيبه لك في الاي اللي فوق هنا او هنا. المفروض ان لعبه المارد الازرق دي او اكناتور هنقول عليها المارد الازرق. المفروض يا جدعان المارد الازرق ده عباره عن انك بتديله معلومات عن شخصيه في دماغك، والمفروض هو يطلعها لك. ممكن انت تغلبه وممكن ما يطلعلكش الشخصيه، بس ده يا جدعان بنسبه 5%. 5% ايه؟ 1%. يعني 99% هيجيب الشخصيه، و1% او اقل كمان مش هيعرف يجيب لك الشخصيه. فالمفروض يا جدعان ان انا هلعب لعبه المارد الازرق، والمفروض ان انا هفكر في شخصيات مسلسلات رمضان. هجيب بقى اي مسلسل في دماغي وهفكر فيه ويفضل يسالني عليه وانا اجاوب، واما نشوف هيجيب الشخصيه اللي في المسلسل دي ولا مش هيجيب. انا مش عايز اطول عليكم في المقدمه كتير، عايزين نروح نشوف اول واحد هنفكر فيه النهارده. بس قبل ما نروح نشوف اول شخصيه معانا النهارده يا جدعان، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، برضه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، برضه ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. وبس كده يا جدعان، يلا بينا نروح نشوف اول شخصيه معانا النهارده. اول شخصيه هنفكر فيها النهارده يا جدعان وهي هتكون، طبعا في ناس بتقول اللي هو بيسمع والكلام ده، هو ماشي ممكن يكون يسمع، عشان ما خلوش يسمع يا جدعان بقى عملت ايه؟ شوف بقى الذكاء، شوف بقى عملت ايه؟ قمت لاغي صلاحيه الوصول اللي هو ما يوصلش للمايك يسمع الكلام اللي احنا بنقول. شوف الدماغ. احسنت يا ابني والله. فالمهم يا جدعان، اول شخصيه هنفكر فيها النهارده وهي هتكون شخصيه كبير قوي. فيلا بسم الله. هل الشخصيه انثى؟ لا. هل الشخصيه عربيه؟ نعم. هل الشخصيه يوتيوبر؟ لا. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ نعم. هل شهره الشخصيه مرتبطه بكره القدم؟ من الممكن. هل الشخصيه ضمن فريق رياضي؟ لا. هل الشخصيه من اصول مصريه؟ نعم. هل اسم الشخصيه يبدا بحرف الميم؟ لا. هل الشخصيه تغير لون شعرها كتير؟ لا. هل تحترف الشخصيه؟ نعم. هل شاركت الشخصيه في مسلسل الكبير قوي؟ نعم. نعم. جابوا يا ابن اللعيبه. طب بصوا يا جدعان، تعالوا ما نخرجش من شخصيه المسلسل، هنفكر في حد تاني المسلسل. انتوا فاهميني؟ يعني جبنا الكبير قوي، تعالوا نفكر في رقم ونشوف هيجيبه ولا لا. فيلا. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ نعم. هل الشخصيه برنامج رمضاني؟ لا. مش رامز جلال؟ لا. هل الشخصيه تغير لون شعرها كتير؟ نعم. هل شغلة الشخصيه مرتبطه بكره القدم؟ لا. هل تحترف الشخصيه الغناء؟ لا. هل شاركت الشخصيه بمسلسلات مصريه؟ نعم. هل لها برنامج باسمها؟ لا. هل شاركت الشخصيه نعم. اسم الشخصيه يبدا بحرف الميم؟ لا. هل الشخصيه نعم. جابوا يا جدعان. وتالت شخصيه يا جدعان هنفكر فيها النهارده وهي هتكون شخصيه هي من مسلسل رمضان كريم، وهي هتكون طبعا الحاج رمضان. دلوقتي هنشوف المارد الازرق يعرف الحاج رمضان ولا ما يعرفوش. يلا بسم الله. هل الشخصيه على معرفه شخصيه بك؟ لا. هل الشخصيه متزوجه؟ نعم. هل تحترف الشخصيه تمثيل؟ نعم. هل ما زالت الشخصيه تسجل البومات صوتيه؟ هو سجل اصلا البومات عشان تقول لي ما زالت وايه؟ لا. هل ترتدي الشخصيه نظاره طبيه؟ لا. هل الشخصيه عضلات مفتوله؟ لا. هل الشخصيه عمل مسرحي؟ لا. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ نعم. هل الشخصيه علاقه بالاشباح؟ لا. هل اسم الشخصيه يبدا بحرف الميم؟ لا. هل الشخصيه تغير لون شعرها كتير؟ لا. هل الشخصيه متزوجه حاليا او سابقا؟ انت متجوز، ما قلت لك متجوز اصلا في الاول. هل الشخصيه رجل اعمال ومليونير؟ لا. هل تحترف الشخصيه التمثيل الكوميدي؟ نعم. مين بقى؟ احمد امين؟ لا. هل الشخصيه اكبر من 50 عام؟ نعم. هل راس الشخصيه اصلع جزئيا؟ لا. هل الشخصيه لديها بنات فقط؟ لا. عنده وليد. انت تفكر في سيد رجب بطل مسلسل ابو العروسه؟ طب هو المفروض مش سيد رجب، هو المفروض الحاج رمضان. هنقول له لا، هو مش سيد رجب. هل الشخصيه شارب او شنب؟ نعم. هل ترتدي الشخصيه العباءه او القفطان؟ نعم. جعفر العمده. انت جبته ليه دلوقتي؟ مش هو يا عم، مش هو، اديك حرقته علينا. كنت عايز اجيبه يا جدعان اخر شخصيه قسما بالله. مش هو ده يا عم. لا. استمرار. الشخصيه شنب؟ يا خراب، انت سالت السؤال ده 90 مره. هو يا جدعان جابوا سيد رجب بطل مسلسل ابو العروسه، ودلوقتي جايب سيد رجب ممثل مصري. مشوها يا جدعان وهنقول له نعم. يعني ما جابش الحاج رمضان، بس جاب سيد رجب مرتين. يعني كملها بقى يا جدع، كملها للاخر. بس كده يعتبر يا جدعان احنا كسبناه، باين على ما اعتقد. بقول لك كسبناه ولا حاجه، ما هو جاب سيد رجب جابه مرتين حاجه كده. حرق لي حاجه اهو، جاب جعفر العمده. انا كنت عايز اسيبه للاخر. رابع شخصيه هنفكر فيها النهارده يا جدعان وهي هتكون المداح. نشوف هيجيبها ولا مش هيجيبها. بسم الله. يلا. هل الشخصيه على معرفه شخصيه بك؟ لا. هل الشخصيه من اصول مصريه؟ نعم. هل تظهر؟ نعم. هل اسم الشخصيه يبدا بحرف الميم؟ لا. هو اسمه صابر المداح. لا. هل تشتهر الشخصيه بالمقالب؟ لا. هل الشخصيه متزوجه؟ نعم. هل الشخصيه انثى؟ لا. هل الشخصيه شيخ معروف؟ نعم. هل الشخصيه علاقه بالاشباح؟ نعم. ده اول ما قال شيخ معروف علاقه اشباح خلاص جابه. وبس كده يا جدعان، زي ما شفت الفيديو بتاع النهارده خلص. طبعا والله كان نفسي اجيب معلم جعفر العمده، كان يكون اخر مسلسل، بس هو جابه اصلا من قبل ما نفكر فيه. طبعا ده المعلم جعفر العمده يليف. وقبل ما ننهي الفيديو بتاع النهارده يا جدعان، ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك، برضه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وبرضه ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. ولو عجبك الفيديو ده يا جدعان ممكن نعمل له جزء تاني. وبس كده يا جدعان، نشوفكم في فيديو جديد. سلام.